امارش ديال تنستنكروا هادشي ديال حتى الاستاذ شكون استاذ يمكن تقول لنا شي كلمه على هذا الشيء اللي واقع حاليا في هذه الاحداث هذه في الصحراء. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم كل المتطوعين بغض النظر وكل المغاربه كنتفاجئوا بالقرار غير المسؤول اللي فاجأتنا به الولايات المتحده الامريكيه والاقتراح ديال توسيع الصلاحيات ديال ميناسو في بلادنا فيما يخص شخصيتنا الوطنيه وعلاقتنا مع اخواننا وابنائنا الصحراويين المغاربه. كيبان لي بان هذا تطاول وتصغير منا، لان امريكا كانت دائما وعبر التاريخ شقيقه وصديقه، وخاصه انك تربطنا مصالح كبرى، ويصدر منا هذا القرار المجحف واللي جعل المغاربه كلهم يتقلقوا، لان الصحراء ليست مساله دوله او مساله نظام او مساله حاكم متسلط. قضيه الصحراء هي قضيه شعب باكمله. الشعب فيه 40 مليون نسمه، كيتسين تهدئه الاوضاع ورجوع المشكل لاهله، لان الشعب المغربي هو المظلوم في هذه القضيه. على امريكا ان تقنع التسلط النظام الجزائري وتسلط الفئه المغرر بها اللي هم البوليزاريو المصطنعين. ما كانت في يوم الصحراء ارضا خلاء، بل كان شعب المغربي ممتد من جبل طارق الى نهر السنغال. فنحن كنستنكروا، كنوجه الاستنكار ديال السفير ديال الولايات المتحده الامريكيه بالمغرب وكل المؤسسات الامريكيه وعلى الدول الحره المناضله اللي كتساند حقوق الانسان الحقيقيه وكتساند الشعوب ان تتدخل لحد من هذا التطاول وهذا الزياده في الاحتقان. ما انتظرنا هذا القرار، ولكن نحن اهلا للتحدي ولكل التحدي فيما يخص وطننا والله الوطن الملك. شكرا استاذ. تفضل استاذ. هذيك الطغمه الحاكمه في الجزائر اللي اثرت على بعض الجمعيات اللي كتهضر على حقوق الانسان، نعم، يديروا مقارنه، هذيك الجمعيات تجي دير مقارنه بالنظام المغربي هنا وكيفاش المواطن كيعيش، ومن ثم تاخذ ديك المسوده. حنا بغينا هاد الناس، هاد الشعب، هاد المسوده تكون واقعيه. كنت واقعيه الشعب المغربي ما عمره كيكذب على نفسه. هذيك الطغمه الحاكمه في الجزائر حنا معها والزمن طاوي، لان هي العرقله الوحيده في العالم العربي اللي مخلينا مأخرين. لا الثروات ديال الجزائر كيتسابدوا من على المواطن الجزائري، ما كيتسابدش من الثروات ديالو ولا من الحقوق ديالو، الحقوق الوطنيه، الحقوق ديال الانسان، انسانيه. حقوق الانسان في الجزائر مهضومه من طرف واحد العصابه جزائريه ديال عسكر. ودابا بغات تاثر علينا حنا، لان حنا عندنا استقرار الحمد لله، كنعيشوا في واحد الاستقرار وواحد الحريه، وهما مهزومين. وعاش الملك، عاش الملك. انما هذا الشيء هذا الا تشويش على المغرب. هذا التشويش اللي جعلته السيده سوزان رايس اللي خلقات هذا سميتو، انما هو تشويش على الحل النهائي على النزاع المفتعل اللي في الصحراء المغربيه. ومن هذا المنبر كجمعيه حركه الشباب الملكي للمغاربه في الخارج والداخل تنطالبوا فينا دور الاحزاب. اين هي دور الاحزاب المغربيه؟ هذا هو الوقت حال. Noi siamo come siamo popolo marocchino, che noi siamo all'estero, in Italia, in Francia, in Spagna, noi siamo tutti contro le persone come sono, contro che vogliono toccare il Marocco e vogliono toccare il deserto. Il deserto rimane sempre marocchina e noi siamo sempre marocchino 100%. من هذا المنبر بان احنا مغاربه حتى النخاع. اذا كانوا اجداد ديالنا مشاو المسيره الخضراء، فاحنا مستعدين غنديروا مسيره حمراء اللي غندعتوا الدماء ديالنا. الصحراء مغربيه غتبقى ديما مغربيه، وبالشعار
الله الوطن الملك. فوالا حموده دخل اونجي ستريتش. لا لا راه داخله ديريكت.